اغلبيه المكونات غير من الدار، وباقي المكونات كيف ما قلت لكم راهم موجودين في اي بلاصه تقدروا تلقاوهم ساهلين. وصفه اللي كتقام رخيصه والنتيجه ديالها رائعه، كتعطي واحد النتيجه ممتازه بزاف، واحد اللمعان، واحد اللوين مذهب للشعر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتكم عالم صفاء. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا وصفه لصباغه الشعر باللون الاشقر الفاتح. واحد الوصفه اللي ساهله، مكوناتها متواجده في كل بلاصه تقدروا تلقاوهم، اغلبيه المكونات غير من الدار، وباقي المكونات كيف ما قلت لكم راهم موجودين في اي بلاصه تقدروا تلقاوهم ساهلين. وصفه اللي كتقام رخيصه والنتيجه ديالها رائعه، كتعطي واحد النتيجه ممتازه بزاف، واحد اللمعان، واحد اللوين مذهب للشعر. وقبل ما نبدا، قبل ما نعطيكم المكونات ديال الوصفه، غادي نوريكم بعدا الشعر ديالي. ها نتوما شوفوه، شفتيو الشيب اللي بدا تينوض ليا من هنا. المهم بالنسبه للون ديال شعري، راه النص الفوقاني هو اللي شعري، التحتاني كنت درت واحد الوصفه شحال هادي شويه. المهم ملي كان شعري قصير درت واحد الوصفه اللي عطات نتيجه زوينه بزاف، ولكن درت فوق منها الحنه. المهم كنت دايره ليميش، غير باش نشرح لكم هذا اللون هذا النينجا. كنت دايره ليميش ومعاوده حتى شعري كيلا الدق ديال بصح. درت ليميش وعاودت ودرت فوق منهم صباغه. المهم كنت خرجت على شعري بواحد الشكل. دابا انا كندير له لي سوان، راه شويه بدا تيتقاد شويه شويه شويه. عرفتي راه كي كان ما يمكنش ما تشوفوش فيه حتى لله في سبيل الله، ما علينا شيء. كنت دايره ليميش ودرت هذيك الخلطه الاخرى، وكنعطي واحد اللوين زويون مليون مع فوق ليميش، عطى واحد اللون مموج زوين. دازت غير واحد لوكيته قصيره درت فوق منهم الحنه ورجع في هذا اللون اللي كتشوفوا هذا. هو كان ناير، دابا راه هبط وبدا تيدبال، ما عليناش. المهم هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم هي واحد الوصفه اللي غزاله، واخا ما غاديش تبان النتيجه ديالها 100% على حساب هاد اللون هذا، ولكن من الفوق ضروري غادي تبان لكم من الفوق، وانا متاكده غادي تعطيني لوين زوين، لانني مجرباها ومعاوده ومعاوده ومعاوده. اول مره غادي نديرها فوق لون اخر. المهم غادي نشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. قبل ما غادي نشوفوا النتيجه بطبيعه الحال غادي نوريكم المكونات ديال الوصفه. خليكم معايا وما تنساوش عالم صفاء عالمكم. مهم غادي نجيبو يا لالياتي صفر بيضه كيف ما غيبان لكم على الشاشه، صفر ديال البيضه، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال الصابون البلدي، معلقه كبيره ديال الزيت البلديه اولا زيت الزيتون، ساشي ديال نسكافي ديال درهم اولا معلقه كبيره ديال نسكافي، دانون مسوس، وديكاباج نمره 9. هذه هي الوصفه البنات، غزاله سهله مهله، والنتيجه ديالها راها رائعه ان شاء الله. دابا تشوفوها في الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم مره اخرى البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين.
هانتوما كما كتشوفوا انا درت الوصفه للشعر ديالي، ها هي. هانتوما دابا غادي نخليها في شعري وغادي نغسلها ان شاء الله، وغادي نقول لكم، غادي نوريكم النتيجه النهائيه، وغادي نقول لكم شحال خليتها في شعري وكاع لي ديتاي غنقولهم لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. فخليكم معايا وما تنساوش طبعا عالم صفاء عالمكم. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. هانتوما هانتوما البنات، ها هو اللوين كيفاش خرج. شفتوا اللوين عطا غزال. هانتوما النص الفوقاني عطا داك اللوين صفر بارد مديهب، والنص التحتاني داك اللوين اللي كان، شوفوا والله ما توقعت راه يخرج هكا، خرج غزال، عجبني بزاف بزاف. هانتوما عطيوني الراي ديالكم، عافاكم في التعليقات، قولوا لي كيفاش جا. شوف. المهم انا فرحانه به بزاف حيت عجبني بزاف. المهم البنات قلت لكم غادي نقول لكم التفاصيل. المهم كيف ما شفتوا درت الخلطه للشعر ديالي وخليتها مده ديال 3 سوايع ونص. الا تعطلتوا 4 سوايع ما تفوتوهاش. المهم انا خليتها 3 سوايع ونص وغسلتها عادي، غسلت شعري عادي ومشيت صوبته، وها النتيجه. ها النتيجه كيف ما كتشوفوا، لوين غزال. وحتى سبحان الله العظيم هذاك دانون المسوس ما كيخليش الشعر يتاثر نهائيا، بالعكس كيحمي الشعر بزاف. ومهم مكونات كلها زوينه. واخا تشوفوا هذاك ديكاباج نمره 9 ما تخافوش منه نهائيا، لان المكونات اللي معاه حتى هما كيعاونوا على انهم يحميو الشعر. الا عجبتكم الوصفه البنات، بارطاجيو الفيديو مع البنات، مع كاع اللي كتعرفوا، باش كلشي يستافد من هذا اللوين الرائع. عجبني بزاف والله. المهم كانت معكم اختكم صفاء بن كروم، وما تنساوش عالم صفاء عالمكم. يلا تهلاو في راسكم الغزالات، ونقول لكم نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.